السلام عليكم أعزائي المشاهدين، سعيدة بوجودي معكم مرة أخرى من جديد من خلال هذا الفيديو اللي غادي نشارك معكم فيه طريقتي في تحضير الزيتون مرقد. بما أننا في موسم الزيتون والأسر المغربية كلها كتقوم بهذه العملية، لأنها كتختلف الطرق من منطقة إلى أخرى، وأنا اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقتي يعني في ترقاد الزيتون. هاد الطريقه اللي ممكن انكم تاكلوا فيها زيتون مده قصيره، او ممكن انكم تحتفظوا به لمده طويله. على بركه الله غادي ناخذ الزيتون ديالنا من بعد ما كنكونوا غسلناه ونقيناه مزيان واختارينا غير الحبات اللي تيكونوا يعني ما مقيوسينش، سواء زيتون اسود او الزيتون الاخضر كذلك نفس الطريقه كنغسلوه وكنقيوه، يعني كنختاروا غير الحبات تيكونوا صاينين اللي غادي نستعملو. اول طريقه غادي نبداها معكم، غادي ناخذوا الزيتون الاسود وناخذوا اي حاجه عندكم يعني ترقدوا فيها الزيتون، ممكن يكونوا يعني نوريسات صغيورين قراعي كبار. الحاجه اللي اهم هو انها تكون كتست مزيان ما كتدخلش الهواء. اول حاجه كناخذوا الزيتون كنوضعوه في القرعه، وغادي ناخذوا الملحه، وانا كنفضل يا ريت تكون الملحه يعني الحيه اللي كتباع عند العطار، الا ما كانش ممكن نستعملوا غير الملحه العاديه. كنوضعوا الزيتون طبقات وكنرشوا الملحه ما بين طبقه وطبقه، يعني كنحاولوا نوصلوا الملحه الزيتون كامل. بالنسبه لهاد العمليه ديال الزيتون اللي مرقد غير في الملحه، هذه هي العمليه اللي كتخلي الزيتون يبقى عندنا مده طويله، ممكن نحتفظوا به حتى سنه. انا بالنسبه لي كيبقى العام، وانا غادي نوريه لكم في اخر الفيديو كي تيكون الشكل ديالو يعني تقريبا سنه وهو عندي ما كيطالي حتى شي حاجه، بالعكس كيكون رائع. غادي نغلقوا القرعه ديالنا مزيان، وغادي ندوزو الطريقه الثانيه. بالنسبه لهاد الطريقه انا كتعجبني بزاف، خصوصا ان الزيتون ديالها كيجي زوين في يعني فاش كتطياب مثلا في الطاجين، في المرقه ممكن تشرمليه. كناخذوا الزيتون وكنحاولوا يعني نوضعوا واحد الشريطات في الجوانب، وهذا الزيتون كيوجد بسرعه، يعني ممكن تناوليه في اقل من اسبوع، يعني تقريبا كل نهار كتبدلي ليه الماء، وكيجي حتى هو زوين في المذاق وحتى في المنظر ديالو. بالنسبه لهذا الزيتون الاسود اللي كيكون يعني مغلوق، كيخلي كيخلي الزيتون تيجي منفوخ يعني في الشكل ديالو. هانتوما غتلاحظوا معايا كيف تيجي، لانني انا سبق وحضرت الزيتون قبل ما نشارك معكم هذه العمليه ديال الترقاد. غادي نكمل الزيتون ديالي كامل بتشراط، ومن بعد غادي ناخذ واحد الكميه ديال الماء وغادي نعمر القرعه مزيان، وغادي نسدها باحكام. بالنسبه للطريقه ديال الزيتون الاخضر، طريقه جد سهله، يعني كتاخذوا واحد البلاستيكه وكتحاولوا تدخلوا فيها الزيتون وتشقوها باي آلة عندكم. انا مثلا هنا خديت الدلاك ديال الحلوى، وفعلا كانت العمليه ناجحه، يعني ما كتحاولش الحبات ديال الزيتون يهربوا منكم، وكيتشقق لنا الزيتون بسهوله. من بعد ما كنشقوا هاد الزيتون هانتوما كتشوفوا يعني كيجي مشقق، كنحاولوا ناخذ واحد
يعني القرعه كذلك اللي غادي نرقدو فيها هاد الزيتون المشقق. وكذلك هاد الزيتون كيجي رائع في المذاق، وكيجي فيه واحد البنه يعني مختلفه. خصوصا الى يعني تبعتوا المراحل كيفاش يعني فاش كترقدوه حتى كتوجدوه في اخر بعد ما كيوجد لكم، يعني بعد ما كيطيب كنستمروا يعني في نفس العمليه. هاد العمليه سهله، يعني ممكن ديروا كميه كبيره كتساعدكم باش تشقوا عدد كبير من الزيتون. وكتلاحظوا يعني الزيتون يعني ما كتشقوا، هو كيطلق الزيت. غادي نستمر هكذا حتى نكمل كميه الزيتون اللي عندي، ومن بعد غادي نحاول نعمر قرعه كامله من الماء حتى يتغطى الزيتون كامل، ونغلقها مزيان. وضروري من العمليه ديال اننا غادي ناخذ الزيتون داك اللي فيه الملحه وخطره خطره كنحركوا القرعه باش تطلق لينا، يعني تذوب ديك الملحه وتطلق الزيتون، يطلق المرجان ديالو. هذا المرجان هو اللي كيحتفظ بالزيتون مده طويله. بالنسبه للزيتون الاخضر كذلك الا بغينا يوجد لينا بسرعه كنحاولوا نغيروا ليه الماء كل يوم. بغينا يبقى مده طويله يعني ما تبدلوش ليه غير الماء، راه كيبقى مده معكم طويله. بالنسبه للزيتون العادي اللي رقات غير في الماء، الزيتون الاسود اللي رقات غير في الماء عادي، فهو يعني كيوجد بسرعه في اقل من اسبوع. وانا سبق ليا وحضرته من قبل وجا على هذا الشكل. يعني في اخر مرحله كنوضع عليه الحامض، كنوضع عليه شويه ديال الملحه، وكنوضع شويه ديال الخضره اللي سبق ليا سلقتها نص سلقه وضفتها للزيتون. يعني اي خضره عندكم جزر، عندكم خيار، عندكم سميتو كرومب يعني قرنبيط، اي حاجه ممكن توضعوها فيه. انتما كتلاحظوا الشكل ديالو كيف كيجي غزال، خصوصا يعني في المرقه الطاجين كيجي هائل. وكذلك حتى فاش كتشرملو، انا بالنسبه لي كيعجبني في الطاجين اكثر. بالنسبه للنوع الطريقه الثانيه، يعني النوع الثاني زيتون اخضر بنفس العمليه. فاش كيطيب كنوضعوا ليه الملحه وكنوضعوا الحامض. يعني بالنسبه للخضر كتبقى اختياريه، وكذلك فلفله حاره. انتما كتلاحظوا يعني الشكل ديالو كيف تيجي، حتى هو كيجي زوين. يعني الا تبعتوا المرحله بمرحله غادي تحصلوا على واحد الزيتون اللي كيكون ناجح 100%. وبالنسبه للطريقه اللي رقدنا فيها الزيتون في الملحه، فهاد بالنسبه لهاد الزيتون كيجي رائع. وهذا هو الزيتون اللي انا سبق وذكرت لكم في الاول، هذا راه عندي من العام يعني السابق، العام اللي فات. كيبقى كيف ما هو، بالعكس كيعطي واحد النسمه، واحد اللذه كتجي رائعه. غير هو قبل ما نتناولوه كنحيدوه من الملحه وكنغسلوه مزيان وكنوضعوه يعني في مكان يعني قبل الشمس حتى كينشف مزيان، وكندهنوه بشويه ديال الزويته وكنوضعوه في قرعه يعني الكميه اللي بغينا. يعني هذا الزيتون كيبقى معنا مده طويله. غير جربوا البنات، ما غاديش ندموا على الطرق بثلاثه اللي وريتكم. الطريقه ديال الزيتون يعني اللي مشقق باخر رقدته بالخضر وبالفلفله وبالحامض، وكذلك الزيتون ديال المرقه اللي رقدت كذلك بنفس الطريقه. في اخر حاله وضعت ليه الملحه والحامض الفلفله، يعني هاد الخضره كذلك اللي سبق ليا سلقتها غير في شويه ديال الماء، يعني غير نص سلقه ووضعتها معاه. وكمرحله اخيره غادي نشارك معكم كذلك الطريقه اللي كنشرمل بها الزيتون اللي رقدت. بالنسبه للشرموله كنحتاج عندي الثوم، عندي زيتون
عندي عفوا الحامض مصير، عندي التحميره او فابريكا وشويه ديال الحار، بالاضافه الى الكمون وشويه ديال المعدنوس، وكذلك شويه ديال الزعتره او الزعتر وزيت العود. غادي ناخذ هاد التوابل وغادي نوضعها على الزيتون. هذا الزيتون اللي سبق ليا ورقته في الملح، وهذا انا كيف ما يعني قلت لكم هذا كان عندي من العام اللي فات، يعني نتوما كتشوفوا كيبقى رائع، ما كطري حتى شي حاجه، بالعكس عاد ما كيزيد يعطي واحد مذاق اخر، وخصوصا فاش كنشرملوه هذا كيكون شكل اخر. يعني كل ما تشرب هاد التوابل كل ما كيعطينا واحد المذاق اللي كيكون زوين بزاف. من بعد ما كنشرمل انا بالنسبه ليا كناخذ يعني غير الكميه اللي غنحتاج، ما كنشرملش الزيتون كامل. ومن بعد ما كنشرملو يعني نفس الطريقه كندير حتى الزيتون الاخر، كنوضعو واحد البواطه اللي كتسد مزيان، وغادي ندخلها للثلاجه، وكل ما احتاجيتو كناخذ منه نفس العمليه. غندير حتى الزيتون الاخر، ومن بعد غادي تشوفوا يعني الشكل النهائي للزيتون اللي قدت معكم واللي شرملت. هذا هو الزيتون الاسود اللي وضعت غير في الماء، وهذا هو الزيتون اللي شققت وضعته كذلك في الماء، بالاضافه الى الزيتون اللي ترقد غير في الملحه. يعني هادو هما الاشكال والطرق اللي شاركت معكم، كنتمنى تنال اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، وانا دائما في انتظار تشجيعاتكم ليا. والى اللقاء في قادم بحول الله.